السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة صبري من قناة انا يا خالتي في المطبخ. هنسمي الله ونصلي على الرسول. نبدأ ان شاء الله حلقتنا النهاردة. عملنا كده مع بعض طاجن المكرونة بالسجق زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم؟ بصوا، عسل عسل عسل. هقول لكم بقى ايه التريكات بتاعتنا. بصوا الطاجن ده يا سيدي يا سيدي. بصوا المكرونة، ايه رأيكم؟ مستويه وعسل والسجق كده على الوش. اقول لكم بقى التتبيله بقى القمر اللي احنا عملناها. بصوا شايه بتجري، معرفش هي لسه صاحيه ولا ايه. بصوا حلو قوي قوي قوي. عملناه بقى بطريقه المحلات بالظبط. شايفين الجمال؟ لازم تجربوه. بصوا اقول لكم بقى السر بقى بتاع التسويه القمر ده. بص شكل المكرونه كده من جوه يا سيدي يا سيدي. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا ان شاء الله حلقتنا النهارده. بصوا حبايبي، اول حاجه ان شاء الله هنجهزها. معانا هنا طماطم ومعايا هنا قطعه من البنجر عشان تدينا كده لون حلو كمان. تبقى مغذيه جدا معانا في الاكل. ومعايا هنا فلفل بقى حامي او بارد زي ما تحبي. ومعايا هنا فصين توم ومعايا بصلايه. هضرب بقى ان شاء الله المكونات كده دي كلها مع بعض في الخلاط. بعد كده بقى هجيب الحله اللي انا ان شاء الله هعمل فيها الصلصه. احط بقى كده ايه شويه من الزيت. بسم الله. ومعايا بقى هنا معلقه كده من الثوم. خليها بس لونها ايه ذهبي بس كده فاتح، تطلع بس كده ريحتها وتاخد لون ذهبي بس فاتح. هحط لها بقى ايه معلقه كده من الكزبره. وبعد كده انزل عليها كده بمعلقه كبيره من الخل. وبعد كده اضيف بقى الصلصه اللي انا ضربتها مع البصل مع الثوم مع الفلفل. بسم الله. لها بقى رشه كده من الكمون. بسم الله. وكمان حبهان ولوري رشه برضو كده بسيطه. وهنضيف كمان فلفل اسمر، ولو عندك 7 بهارات حطي، او 7 توابل يعني. وهضيف لها كده مكعب من المرق. ونظبط بقى الملح بتاعنا ونعمل حساب طبعا مرقه الدجاج بيبقى فيها ملح. وطبعا مش هننسى السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم. معلقتين كده صغننين كده من السكر. طبعا الطماطم معانا مش هتتسبك، هي بس هتاخد كده بس غلوتين. احنا عايزينها تبقى خفيفه، تطعم بس بطعم التوابل كده والملح بتاعها، وتغلي كده عشان لازم نستعملها وهي سخنه. وحابه كمان اضيف رشه كده من جوز الطيب. بس كده كده الصلصه بتاعتنا جهزت. هتغلي بقى غلوتين زي ما قلت لكم، تكون كده جاهزه معانا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا وانا بضرب الطماطم في الخلاط زودت لها شويه ميه علشان ما تبقاش طماطم بس، لازم نضيف لها ميه عشان تسوي معانا المكرونه. بعد كده بقى نجيب يا حبايبي بقى الطاسه. جبت طاسه اهو، حطيت كده فيها معلقه بس من الزيت. ومعايا بقى السجق كده. بسم الله. هديله بقى بسم الله كده تحميره كده حلوه اهو. بسم الله. مش هضيف له اي حاجه دلوقتي خالص. اخد تحميره حلوه اهي، شايفين خد لون حلو اهو. اطلعه بقى بسم الله عشان اعرف اقطعه اهو. حبه تقسميه نصين او حبه تسيبيه زي ما هو، بس هو عامه بيتقطع ما بيتسابش كده. اطلعه بقى كده اهو. بسم الله. عشان بقى ايه اخد بقى الصوص بقى. بصوا مطرح التحميره بتاعته دي تدي بقى تست حلوه قوي قوي للطبخه معانا. معايا هنا بقى كده بصلتين كبار مخرطاهم. بسم الله. انزل بقى كده بيهم. اديهم برده ايه اخليهم بس يدبلوا كده دبلان كده بسيط، يبقى لونهم بس شفاف بس كده اهو. انزل بقى كده على البصل وهو بيدبل برشه كده من الفلفل الاسمر عشان يديني تست كده وطعم وريحه حلوه. ومعلقه كده من الكزبره، معلقه كده صغيره. بسم الله. وهحط كمان رشه كده من الحبهان واللوري. طبعا التوابل اللي بحطها ديت للخضار اللي احنا ان شاء الله هنضيفه على السجق، لكن السجق فيه الملح بتاعه فيه التوابل بتاعته. ونقلب بقى كده. بسم الله اهو. عايز اقول لكم بقى الريحه بسم الله ما شاء الله تجنن ما شاء الله. رشه ملح بسيطه عشان السجق فيه ملح. معايا بقى هنا فلفل اخضر اهو حامي برده او بارد زي ما تحبي. هديله برده تشويحه كده معاه. بسم الله. ومعايا برده طماطميتين كده قطعتهم كده ايه تقطيعه صغننه. واديها برده كده ايه تتبيله برده كده مع البصل والفلفل. بسم الله اهو. واحط طبعا ايه رشه كده بسيطه من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم بس كده.
ظبطنا بقى الملح بتاعنا وظبطنا التوابل بتاعتنا كده تمام قوي. قطعت بقى السجق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. انزل بقى كده بيه. احط بقى ايه يعني ايه معلقتين كده بميه اهو، عشان بس ايه بس كده اسوي كده الخضار بقى مع السجق تسويه بس كده بسيطه. ومعايا كمان قرن كده فلفل اصفر اضيفه بقى كده عليه عشان بقى عندي بقى ايه الالوان بقى كده حلوه في قلب الطاجن. جبت بقى الطاجن بتاعي اهو، دهنته كويس جدا من الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو. ونجيب بقى ايه بسم الله السجق بتاعنا اهو. بسم الله. وننزل كده بسم الله اي بقى ايه حشوه عندك، لحمه سجق فراخ اللي موجود. بسم الله اهو. ننزل كده بيها الاول. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اهو. حطي بقى الكميه اللي تريحك. بسم الله. نسوي بقى كده عشان مبقاش ايه حته عاليه فيها حشو وحته لا اهو. بسم الله. شايفين حلو قوي كده اهو. بعد كده اجيب بقى المكرونه طبعا بحطها نيه مش مستويه اهو. بسم الله. مش هنملى طبعا الطاجن علشان لسه طبعا هي هتستوي معانا وهتعلى معانا اهو. بسم الله اهو. الطاجن ده كده خد معايا نص كيلو من المكرونه. دي الطريقه الاصليه يا جماعه، يعني المكرونه ما بتتحطش مستويه، لكن انت ممكن تعمليها بطريقه تانية تكون مستويه عادي مفيش مشكله. وادي الصلصه بتاعتي اهي معايا غليت. انزل بقى بسم الله. شايفين ما شاء الله نور الصلصه عسل عسل عسل، والريحه بقى مش قادره اقول لكم اهو. بسم الله. وزي ما قلت لكم طبعا انا زودتها ميه. بصوا الصلصه السمك بتاعها خفيف اهو عشان تسوي كويس المكرونه ما تبقاش تقيله معايا اهو. يا دوبك بس خدت غلوتين وخلاص على كده. وطبعا تظبطي بقى الملح بتاعك والتوابل علشان المكرونه تشرب كويس من التتبيله الحلوه دي. بسم الله اهو. بسم الله. طبعا الفرن انا مسخناه على درجه حراره 200. حطها بقى غطيها بقى غطي وشها دلوقتي ان شاء الله كده بورق الومنيوم ودخلها تستوي. هز كده علشان الصلصه تنزل لتحت اهو. بسم الله. بس كده اهم حاجه الصلصه غطت الوش اهو بتاع المكرونه كده تمام اهو. شايفين اهو. اغطيها بقى وادخلها الفرن عشان نشوف ان شاء الله شكلها نهائي عامل ازاي. بصوا حبايبي كده ما شاء الله الطواجن طلعت من الفرن اهي. بصوا انا عملت كذا يعني كذا طاجن. بسم الله ما شاء الله. الطاجن ده وده كمان وكمان الطاجن الصغنون خالص دوت. بصوا بقى عايزه اوريكم. بصوا المكرونه طريه خالص ازاي. بصوا شكلها بقى احمر وتحفه ازاي يجنن بجد. يلا بينا كده نجرب كده نشوف هنعرف نقلبه بقى ويطلع معانا مظبوط في القلب ولا لا. يلا بينا. بصوا سبتهم بقى ايه يبردوا كده شويه عشان بس ايه اعرف امسكهم. بسم الله. لسه برضه دافيه شويه. بسم الله. طب كويس طلع اهو. شايفين. نجيب بقى التاني ده. بسم الله. اللهم بارك. ايه رايكم؟ عسل ما شاء الله. بصوا حبايبي اهو. ادي الطاجن بتاعنا اهو. شايفين شكل المكرونه يا سيدي يا سيدي. بس ايه اتلسعت مني الحقيقه شويه مش مشكله. بس شكل المكرونه تحفه. ايه رايكم؟ وادي الطاجن التاني اهو. بسم الله. بصوا الجمال حلو قوي 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 بجد. سهل جدا وطعمه والريحه بقى مش قادره اقول لكم على الجمال فوق الخيال بجد. يا ريت بقى تجربوه لو عجبكم بقى ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.